السلام عليكم، شلونكم يا حلوين؟ شو اخباركم؟ اليوم رجعت لكم بوصفة كتير من العالم بحبوها، وكتير من الصبايا والشباب سألوني عنها ومفكرينها سهلة. بالعكس، اليوم راح اعملكم المحلاية الشامية او كشك الفقراء. حلو باب الحارة وحلو المناسبات والافراح بسوريا وبالوطن العربي بشكل عام. هون عندي لتر حليب ذهبي كامل الدسم، وهون عندي كاسة سكر ذهبية وأنا خالط معها مستكة. طبعا المستكة هي غوالي مثل البوزة، يعني ما بصيرش محلاية بدون مستكة. وهون ماء الزهر حسب الرغبة. وهون عندي نشا بدي اضيف مع الحليب 3 معالق. طبعا هالمرة ما راح اعملها مثل القشطة، لا راح اضيفها كلها. وهون عندي سمنة حلو بدي احط نص معلقة مشان النكهة. وهون كريمة الحلو. وهون عندي فانيلا. وهون عندي لوز. وهون عندي فستق. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. وانا بتمنى منكم يا غوالي انه في كتير عالم بتفوت بتشوف فيديوهاتي وما بتشترك. اهم شي تضغطوا على زر الاشتراك كي يصلكم كل جديد. يلا ننتقل للخطوة اللي بعدها. طبعا هلا حطينا السكر. طبعا السكر فيه معه 3 مستكة انا طاحنهن. وحطيت معلقة كريمة ونص معلقة سمنة حلوب. وطبعا ماء الزهر اخر شي. وبدكم تضلوا عم تحركوا لحتى تحسوا انه ايدكم عضلت وتشوفوا انه بلش الحليب عندكم يجمد. طبعا المحلاية غوالي الها 2، يعني فيكم تحطوا ماء الزهر بيجي في المرحلة انه بس تخلصوها، يعني بس تطفوا عليها قبل ما تحطوها بالصحون. والمرحلة اللي قبلها بتحطوا كريمة معها. وبتضلوا عم تحركوا لحتى تحسوها صارت مثل بوزة بغداد الشام لما تعملوها، او مثل القشطة العادية، او مثل السحلب. وطبعا اكتبوا لي في التعليقات شو بتسموها في بلدكم، واي استفسار او اي شي يعني عندكم استفسار عنه في اي فيديو من فيديوهاتي، او مثلا في شي مش عاجبكم في الفيديوهات خبروني. طبعا هلا ما راح طول عليكم، برجع لكم. طبعا هي لما قبل ما تفور بشوي بتطفوا النار عليها، لانه لا تخلوها تغلي كتير، اذا غليت بتتحول لقشطة. شوفوا لي على هالقوام وصلوا على النبي. ايه، الله يبارك له ابو عبود، ما شاء الله. تقول كريمة او القشطة العربية او بوزة بغداد الشام. طلعوا عندي 4 زبادي، بسم الله ما شاء الله. دقتها حسيت حالي عم باكل من قلب الشام، حسيت حالي عم باكلها من الحمدية. طبعا فيه الفستق، فيه كتير عالم بتقولي انه ليش الفستق التركي انه يعني بيجي اخضر من الفستق العادي. هون في معلومة يا غوالي، الفستق التركي وهن بتركيا وفي بعض المحلات هون وبسوريا بيخلطوه هيك. الفستق بينحط عليه خلطة خضراء، مشان هيك بتلاقوا لونه فاتح وبجنن، يعني مثلا غير الفستق العادي. هلا هذا الفستق طبيعي، اما الفستق في الحلويات التركية بيحطوا له صبغة. ليش؟ مشان يظلوا محافظين على نكهة الفستق. بس انا ما بنصحش انه يعني يحطوا عليه فستق، يحطوا على الفستق صبغة، لانه بيخرب طعمة الفستق. شوفوا لي على المحلاية يا ولدي. هاي محلاية باب الحارة، والمناسبات الشامية كلها بنجيب من هاي المحلاية. طبعا هي مشهورة في كل العالم العربي، بس اكثر شي بالشام، لانه الشام هي اساسها.